يا جماعة، قربنا نوصل للحلقة الأخيرة من مسلسل الفتنة. والمسلسل هذا كل مرة يصدمنا بأحداث ما كناش نتوقعوها. توا السؤال، شو باش يصير في الحلقة الأخيرة؟ هل باش تكون نهاية سعيدة ولا مأساوية؟ ولا يمكن زادة يخليوها مفتوحة لموسم جديد؟ اليوم باش نحاولوا نتوقع السيناريوهات اللي تنجم تصير. خليكم معنا، اضعوا لايك، فعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناة باش يوصلوا كل فيديوهات لأول بأول. ويلا بسم الله توكلنا على الله. المسلسل مبني على الصراعات بين الأخوة، وكل واحد فيهم عنده مصلحة وغاية خفية. معناها طبيعي جدا شوفوا موت شخصية رئيسية في الحلقة الأخيرة. برايكم شكون أكثر واحد مهدد بالموت؟ يمكن اللي كان يظهر أضعف هو اللي باش يقلب اللعبة في الآخر. الحكاية الكل بدات بانتحار العربي السلامي، لكن ممكن في الحلقة الأخيرة نكتشفوا اللي موته ما كانش انتحار بل جريمة مدبرة. يمكن واحد من ولاده عنده يد في الحكاية، ولا شخصية خفية كانت تخدم في الكواليس. تصوروا زوز من الأخوة يتحالفوا ضد الثالث بعد ما يكتشفوا انه كان يخدع فيهم الوقت الكل. ولا زادة تظهر شخصية جديدة تدخل اللعبة وتقلب الطاولة عليهم. السيناريو هذا وارد برشا، خاصة إذا المسلسل ناجح. السيناريست تنجم تخلينا في حيرة ونهاية ما تتفسرش باش يخلونا متشوقين لموسم جديد. ربما نشوفوا نهاية كلاسيكية وين تكتشف الحقائق والمذنبين يدفعوا الثمن والعدالة تاخذ حقها. لكن بصراحة تحسوا الفتلة مسلسل باش يعطي نهاية مرضية، ولا نجم يكون عنده تويست كبير في النهاية. شنو رايكم في التوقعات هذه؟ تحسوا النهاية باش تكون مأساوية سعيدة مفتوحة؟ شاركونا آراءكم في التعليقات وخلوا توقعاتكم، وما تنسوش تتابعونا باش نبقاو معاكم في تحليل أقوى المسلسلات. اضعوا لنا لايك، فعلوا جرس التنبيهات واشتركوا في القناة. ويلا مع السلامة.